الأهم من الميديا باير الشاطر الميديا باير المتابع. بصوا يا جماعة، الميديا باينج بصفة عامة مش معناها إن أنت بتعمل إعلان أو كامبين وتسيب الموضوع وخلاص، وطالما الكلاينت ما بيتكلمش يبقى إن شاء الله كويس. الكلام ده بجد اكتر حاجه للاسف بوظت شغل الميديا باينج. الميديا باينج ده محتاج يخش على الاعلانات كل يوم، كل ساعه، عشان يخش يشوف الريسبونس بتاعها ايه. محتاج يتابع مع الكلاينت، يتكلم معاه، يشوف جاله مبيعات ولا لا، جاله مسجات ولا لا، ولو ما جالوش مسجات ما جاش مسجات ليه، ولو ما جاش اوردرات ما جاش اوردرات ايه، والناس اللي بتكلمه دي مهتمه ولا لا، انترست ولا لا، الدنيا بتمشي ازاي. فالميديا باينج بصفه عامه يعني متابعه. فالاهم من الميديا باير الشاطر الميديا باير المتابع، لان المتابع هيعرف ان هو يغير في الكامبينز مره واثنين وثلاثه وهيحقق لك المبيعات المطلوبه. بس الميديا باير اللي بيعمل لك الكامبين وواثق من نفسه 100% وما بيسالكش على الريزلتس حتى وخلاص كده تمام الدنيا ماشيه، مش هيعرف يعمل حاجه في النتيجه، لان في الاخر الكامبينز ما هي الا تيستنج. يعني ايه تيستنج؟ تيستنج يعني انا بجرب حاجات كتير قوي اكوردنج للحاجات الكتير اللي انا بجربها دي، واشوف الدنيا شغاله معايا ولا لا. طيب افرض انا ما اعرفش منك اصلا النتيجه ايه، طب انا هغير ايه اصلا؟ فعشان كده دايما حافظ ان الميديا باير يكون معاك متابع اكتر من ان هو يبقى شاطر. مستنيك.